السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنشوف ازاي نقدر نستخدم اي بي اي من رؤيه. خلال الاسابيع اللي فاتت شركه رؤيه اي اي اصدرت منصه ال ال ام رؤيه، وهي منصه الاي اي، ونقدر كمان نستخدمها مع ان ات ان او ايجنت، ونضيفها كمان لمشروعات كاتساس او حتى كنت ستارت اب. هيفيدك جدا الموضوع ده، لان هم كمان بيوفروا جزء ان انت ممكن تتحاسب معاهم بنظام الريكوست مش التوكن، وده هيكون موفر جدا لناس كتير يعني اللي هم فاهمين في نظام التوكن والريكوست. وكمان بيدعم اكتر من حاجه، يعني هو بيدعم معاك الايمج جنريت، تقدر تنشئ ايمج تي تي اس اللي هو تحويل من النص من النص الى كلام، او العكس كمان من الكلام الى نص. بتدعم الاو سي ار اللي هو استخراج النصوص من الملفات. فخلينا نجرب ونفهم ازاي نقدر نستخدمه، وكمان ازاي نربطه مع ان ات ان او اي مشروع تاني. ويلا بينا نبدا بسم الله. طيب يا شباب، دلوقتي هنبتدي ان احنا نفتح منصه او نستخدم منصه ال ال ام رؤيه. نقدر نوصل لها عن اكتر من طريقه، منهم لو احنا دخلنا على المنصه الرسميه رؤيه اي اي وضغطنا على ال ال ام اي بي اي، هيفتح معانا عموما بالشكل ده على الداشبورد. تمام. او لو كتبنا في السيرش ال ال ام رؤيه، هيكون اول اختيار بالنسبه لك. هتسجل حساب عادي بجوجل وهيفتح معاك على الداشبورد. طيب خلينا نشوف كده. هنا احنا نزل لنا كريدت $1، وهو دولار مجاني بينزل لاي تسجيل حساب. هيكون معاك تقدر تستخدمه وتست بيه الموديلات وكل حاجه طبعا. طيب اول حاجه هنبدا بيها ازاي نستخدمه مع ان ات ام، وهو اكتر سؤال طبعا مطلوب. طيب خلينا بكل بساطه اول حاجه نشوفها هي الموديلات. الموديلات هنا موجوده عندك اكتر من 31 موديل شغال. تمام. منهم طبعا اللي قلنا زي الايمج جنريت، التي تي اس، الاو سي ار، وكل حاجه منهم ديب سيك، جي ال ام، كلود. كل حاجه موجوده وتسعيرتها هنا الانبوت والاوتبوت بتاعتها. تمام. ولو نزلنا تحت شويه هنلاقي اللي هو الايمج، الاوديو، الشات، الامبيدنج كمان. فخلينا طبعا انت هتشوف هتستخدم انهي موديل على حسب التسعيره اللي تناسب حضرتك. طيب هنضغط على كلمه اي بي اي كي كده بالشكل ده، وهنعمل كرييت كي، وخلينا مثلا نسميه ان ات ان عشان احنا هنستخدمه في ان ات ان، وهنعمل كرييت كي. طيب خلينا كده ناخد الاي بي اي اللي طلعنا كوبي. تمام. ونعمل دن، وخلينا نفتح ان ات ان. طيب خلينا سريعا كده نعمل فلو بسيط خالص، هيكون بس اون شات مسج وايجنت بسيط عشان نشغل عليه او نتست عليه ال ال ام. طيب خلينا كده نضيف ايجنت، واضغط كلمه شات موديل. طبعا هنا مش هتظهر معاك النود بتاعت رؤيه، فبكل بساطه هنضغط على علامه الترس اللي على الشمال تحت دي او السيتنج كوميونتي نود. بعد كده هنضغط على كلمه انستول. المفروض هنا تدخل الباكج نيم، طبعا هيكون مش متوفر معاك. هتضغط على كلمه براوزر. هنا في السيرش هنكتب رؤيه اي اي وهنعمل سيرش. هيظهر لك اختيارين، هنختار ال ان ات ان نود رؤيه شات. تمام. وهنبتدي ناخد الاسم ده او العنوان ده كده، ناخده كوبي وهنرجع على ان ات ان. طيب هنا بس ملحوظه بسيطه، هنا هنحذف اي حاجه قبل ان ات ان ونعمل اندرستاند ونستول. ممتاز جدا، اخذ ثواني معانا. هنرجع دلوقتي على الورك فلو اللي احنا عملناه، وخلينا نعمل نضغط على كلمه بلس او زائد، نضيف شات موديل. نضغط بالشكل ده وهننزل تحت كده هيظهر معانا النود، هنضغط عليها add to workflow. طيب هنا بالنسبه دي هنا اشتغل معانا النود. هناخد هنا نختار الموديل اللي احنا عايزينه. طبعا هندخل ال API، خلينا نعمل نيو كريدنشال، هندخل ال API اللي احنا اخدناه وهنعمل سيف. ممتاز جدا، الكريدنشال اشتغلت معانا 100%. هنا بقى هنختار الموديل اللي احنا عايزين نستخدمه، مثلا نختار ديب سيك فلاش، وخلينا نتست كده بكل بساطة. نفتح الشات نقول السلام عليكم. ممتاز جدا، الورك فلو اشتغل معانا والنود اشتغلت والاي بي اي كمان اشتغل. ولو رجعنا كده على الليلم هنا ورحنا شفنا مثلا اليوز بتاعنا،
هلاقينا بالفعل اتحسب ال الاوردر او الريكوست اتحسب. تمام، وادي الكوست، وادي كمان الكومبليشن، والبرومبت كان بتاعنا قد ايه، كل حاجه بالتفصيل. تمام، طيب ممتاز جدا. طيب نقدر نستخدمه في ايه تاني، او نقدر نضيفه ازاي معانا؟ هنا لو دخلنا على الدوكس موجود كل التفاصيل اللي هتحتاجها. تمام، لو عايزين طبعا نربط بقى بالاي بي اي مثلا على مشروعنا الخاص، على الكود، على ان ات ان كمان، خلينا نشوف اكتر من طريقه نقدر نستخدم بيها. طبعا لو ضغطنا هنا على الكومبليشنز كده بالشكل ده، هيظهر معانا الكيرل اللي نقدر نستخدمه ونضيفه عندنا في المشروع الخاص بينا. طيب احنا كمان هنا لو جينا لان ات ان، لو انت مش عايز تستخدم رؤيه نود تقدر تستخدمها عن طريق اوبن اي اي. يعني لو ضغطنا هنا على شات موديل وضفنا مثلا موديل الخاص باوبن اي اي، خلينا اوبن اي اي اهو، خلينا هنا نعمل نيو كريدنشال ونضيف الاي بي اي كي اللي احنا اخدناه من رؤيه اللي من رؤيه. ولكن هنا في البيز يو ار ال هنغيره نضيف ايه؟ لو رحنا هنا على الكومبريشنز كده بالشكل ده، هناخد من اول v1 كده لحد ال https وضفناها بالشكل ده هنا وعملنا سيف. الكريدنشال هتشتغل معانا 100%، وهنا نقدر نختار الموديل نفس النظام بالظبط في نود رؤيه. تمام، نقدر نختار الموديل اللي احنا محتاجينه. تمام، وكمان نقدر نجرب، خلينا مثلا نفس الموديل مش مشكله، وخلينا نتست كده دلوقتي. السلام عليكم. ممتاز جدا، اشتغل معانا بكل بساطة. طيب خلينا برضو نرجع على الدوكس. هنا طبعا موجود لكل الانواع اللي تقدر تستخدم فيها الاي بي اي، من الامبيدنج، من الشات، من كل حاجة. لو ضغطنا هنا على الاوديو ترانسكريبشن، هنا برضو البيز يو ار اللي موجود معاك تقدر تحول بيه من الصوت الى نص، والتي تي اس برضو كذلك الامر، ولكن نقدر نتسته هنا. خلينا نجرب كده. هنا هنضيف الاي بي اي كي اللي احنا اخدناه برضو لو عايزين نتست التي تي اس، وخلينا نضغط هنا. ده هنا الموديل، هنا الصوت اللي نقدر نستخدمه، الفورمات اللي هيطلع معانا. تمام، احنا عايزين نضيف من نص الى صوت. طيب خلينا مثلا نكتب هنا السلام عليكم، نضغط سند ريكوست. ممتاز جدا، خلينا نسمع كده. السلام عليكم. ممتاز، طبعا لو ظهر معاكم هضيفه برضو في الفيديو، صوت ممتاز جدا. وخلينا برضو لو هنستخدم مثلا اوديو ترانسكريبشن اللي هو تحويل بقى من الصوت ده الى نص، خلينا برضو نضيف هنا الاي بي اي كي ونختار مثلا اللغة. خلينا مثلا نختار ار ده اللي هو العربي. والفورمات لو احنا هنحتاجها مثلا خلينا على تكست، خليني كده ارفع اي صوت موجود عندي، خلينا نعمل send request. ممتاز جدا، مكملش يعني ثواني وجاب معانا النص بالشكل ده. اهلا بيكم مشاهدينا وفقا لابرز الاخبار العربيه والعالميه. ممتاز جدا. وكمان هنا تقدر طبعا تستخدمه عن طريق الاي بي اي، وهيكون معاك بشكل مناسب جدا. تمام، هو هنا حتى بيكلمك او بيوحي لك ان انت تقدر بعد اليو ار ال الخاص برؤيه تضيف اوديو ترانسكريبشن وهيشتغل معاك بدون اي مشاكل. تمام، وحتى ضيف لك هنا الاكزامبل للريكوست يو ار ال. تمام، وكذلك الامر في الايمج جنريت تقدر تستخدمها عن طريق الاي بي اي. خلينا برضو نجرب حاجه بسيطه كده دلوقتي. هنضيف الاي بي اي هنا. طبعا احنا بنستخدم على المنصه، ولكن تقدر تستخدمها عن طريق الاي بي اي، وهنشوف دلوقتي حالا برضو حاجه بسيطه كده. خلينا مثلا نكتب كات هنا، مفيش مشكله، نعمل جنريت ايمج. طيب ومن خلال ثواني ظهرت معانا بالشكل ده. طبعا نقدر نجرب عن طريق الاي بي اي. خلينا مثلا نجرب نقول التكست تو سبيش مثلا عن طريق نضيفها كمان في ان ات ان ونجرب. لو بتعمل مثلا شات موديل او شات بوت مثلا وعايز الرد يكون عن طريق اللي هو تي تي اس قصدي، يتحول من نص لصوت، هيرد على العملاء بالشكل ده. خلينا طيب نجرب كده، ناخد الكيرل بالشكل ده، هناخد من اول كلمة كيرل لحد اخر كلمة خالص وناخد كده كوبي. طب خلينا لو نستخدم العربي مثلا، الاكزامبل العربي ده، ناخد كيرل كده
ونروح على N8N ونفتح نود HTTPS ونعمل هنا import للكيرل اللي احنا اخدناه. نشيك كل حاجة صح. ممتاز جدا، هو بالفعل اشتغل معانا. خلينا هنا نشوف اللي اتضاف هنا. طبعا النص الانبوت اللي احنا هنضيفه، تمام. وهنا هنضيف الاي بي اي كي الخاص بينا، تمام. بعد كده خلينا نعمل اكسكيوت. خلينا بس اضيف الاي بي اي، خلينا نعمل اكسكيوت. طيب وخلينا كده نسمعه. مرحبا، هذا اختبار لتقنية تحويل النص إلى كلام. ممتاز جدا، وهضيفها لكم برضو في الفيديو لو الصوت مش واضح. اشتغل معانا بكل بساطة. تقدر تربطه على الورك فلو بتاعك ويكون شغال زي الشات بوت ما قلنا. تربطه بقى تردوا على العملاء، وكذلك الامر. والصوت واقعي جدا وبلهجات كمان. وكذلك الامر هتضيفه في الاوديو ترانسكريبشن او حتى الاو سي ار او الايمج جنريت الى اخره. اتمنى يعني يكون الموضوع واضح بكل بساطه. واكتر حاجه الدوكس هنا مرتبه وكل حاجه واضحه. هتخش على اي قسم هتلاقي هنا التفاصيل كلها بتاعته. هتلاقي الاكزامبل يو ار ال بتاعه هنا، تيست كمان لل مثلا التكست تو سبيش، الايمج جنريت. هنا امثله بالعربي والانجليزي وعلى اكتر من موديل. طيب دلوقتي احنا شرحنا تقريبا المنصه. هنا في اليوزر قلنا هنشوف الاستهلاك الخاص بينا اللي احنا استهلكناه كله هنشوفه. استخدمنا HTTPS هنا، واستخدمنا GLM هنا، وديب سيك هنا. وهنعرف احنا الريكوستات بتاعتنا رايحه فين وجايه منين. طيب كده ناقص لنا بس قسم البيلينج، وهو الدفع او النظام ان انا اشحن ازاي او ادفع ازاي. ودي اسهل خطوه يعني من شركه رؤية ضيفاها، تمام. وبالذات يعني لمصر الموضوع بالنسبه لهم مناسب جدا. طيب هنا بنظام الكريدت تقدر تشحن $5 $10. ضيف الكريدت اللي انت عايز تضيفه. طيب طرق الدفع هنا فودافون كاش وانستا باي وكريبتو. تقدر تختار طريقه الدفع اللي مناسبه معاك. وخلينا برضو هنعمل طلب حاليا ونشوف ايه اللي هيحصل معانا. طيب خلينا دلوقتي نقول هنرفع او هنحط كريدت $5، تمام. وهنختار طريقه دفع فودافون كاش. هنا هاخد الرقم وهحول عليه، تمام. بعد كده هضيف هنا الاي دي، ترانزاكشن اي دي، ده بيكون في الايصال. وتقريبا هضيف لكم صوره هنا برضو هتكون ظاهره معاكم اللي هي رقم المعامله بالعربي. ولو ما ظهرش معاك تقدر تضيف رقم تليفونك. يعني هنا ممكن لو ما ظهرش معاك ترانزاكشن في الايصال الدفع تقدر تضيف رقم تليفونك. طيب هنا برضو ممكن نضيف رقم الواتساب الخاص بينا لو في اي حاجه الدعم يتواصل معانا. وبعد ما اخلص الدفع هرفع سكرين شوت للايصال او الايصال نفسه ارفعه، واعمل هنا فايل تو فيلد سبمنت للعمليه، تمام. طيب انا هملى البيانات دي سريعا كده وارجع لكم على طول. طيب هنا يا شباب احنا ملينا البيانات ورفعنا الايصال الدفع وحطينا ترانزاكشن اي دي والعمليه بيندنج بالشكل ده. طيب خلينا كده نعمل ريفرش للصفحه ونشوف هل الرصيد اتضاف ولا لسه. ممتاز جدا، العمليه اكسبتد، تمام. والرصيد اتضاف بالفعل $5. طبعا 99 سنت دول اللي هم $1 اللي بينزل مجانا مع الاكونت. فبكل بساطه دلوقتي تقدر تستخدم منصه رؤية AI تعتمد عليها في شغلك. وزي كمان ما بلغتك تقدر تعتمد عليها في شغلك لو انت مثلا صاحب شركه او عندك ستارت اب عايز تشتغل على بنظام الريكوست مش التوكن. تقدر تتواصل مع الدعم، هيفيدك جدا في الجزء ده ويقدر يتعاون معاك. وبس كده يا شباب، دي كان فيديو النهارده، وان شاء الله اكون فدتكم. ولو محتاجين اي تفاصيل او اي لينكات كنا اتكلمنا فيها في الفيديو هتكون في الوصف ان شاء الله، ولينك المنصه ولينك رؤيه وكل حاجه. ولو محتاجين اي حاجه ابعتوا للدعم وان شاء الله هنكون في خدمتكم. وشكرا لكم.